اول ما تسمع انه ده حديث ضعيف هوب امسك ده الشيخ قال حديث ضعيف، الحق ده بيقول بحديث ضعيف. لا، واحدة واحدة بس كده نفهم هو يعني ايه حديث ضعيف. كتاب الأدب المفرد ده فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، يعني في أحاديث هنقرأها في الكتاب هتبقى أحاديث ضعيف. واحد يقول ازاي يا عم الشيخ هنقرأ أحاديث ضعيفة؟ يعني هي الأحاديث الضعيفة دي ينفع ناخد بيها؟ أقول لك ينفع. ينفع ناخد بيها ازاي يعني؟ أقول لك جماهير المحدثين قالوا كده، قالوا إن الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال بشروط، والشروط مستوفاة في هذا الكتاب. يعني ايه الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال؟ يعني الأعمال الفاضلة التي ثبت أصلها بدليل صحيح، زي مثلا أول حاجة هنبدأ بها هنا بر الوالدين. هو في نزاع أن بر الوالدين دي حاجة ثابتة بالقرآن والسنة؟ مفيش نزاع. طب صلة الأرحام كذلك، طب الاستئذان، طب رد السلام وإلقاء السلام، طب الحث على الصدق والأمانة والفضيلة، كل دي أمور ثابتة خلاص. قال لك فما يمنعش خالص إن أنت ممكن تأتي في فضلها بحديث ضعيف وتعمل بيه، ويكون ليك برضو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.